نص دستة من الاماكن اللي ظهرت من قريب وعامله قلق كده، والجامد ان هم بيعملوا حواوشي وشاورما، بس واضح انهم مش شبه حد خالص. يعني عندهم السندوتشات حجمها صغير بس مليانه على الاخر، وهم فاتحين في روكسي والرحاب، وانا رحت فرعهم الجديد اللي في الدقي، وهم مشهورين قوي بالبوكسات اللي بيعملوها اللي بتبتدي من 66 جنيه. وانا طلبت بوكس الفرحه اللي فيه من كل حاجه حاجه وسعره كان 220 جنيه. ونبتدي بقى بالحواوشي اللي تسويته عجبتني قوي، وبجد مع الطحينه كانت حوار. وحواوشي الفراخ اللي من اختراعهم دي كانت لذيذه قوي وطعمها مختلف عن اي حواوشي تاني، وبيعملوا بطاطس شبه شويه البطاطس الويدجز وكانت شغاله قوي. اما الشاورما اللحمه فاتضايقت شويه من قطع اللي فيها، بس في ناس بتعشقها. بس بشكل عام كانت طريه قوي ومش بتشد، وتتبيلتها قويه قوي وحلوه. وعلشان لازم تشرب حاجه مع الاكل ده فبيعملوا رايب ساده وبالنعناع، وانا جربت المانجا وكان لذيذ قوي. وبيعملوا حواوشي لحمه عليه شاورما لحمه، بجد ممكن الساندوتش ده بالنسبه لناس كتير قوي يبقى وجبه لوحده من كتر ما هو بيشبع. واظن ان نص دستة ممكن ياخد جايزه احسن شاورما فراخ مصري باكتساح من كتر ما هي حلوه. وبيعملوا اختراع حواوشي الفراخ وعليه شاورما الفراخ بتاعتهم. وبشكل عام مع ان السندوتشات صغيره بس حقيقي بتشبع من كتر ما هي مليانه. وعندهم كبسوله فيها عجوه بالزبده والمكسرات دي لازم تشير فيها مع حد. لو عايز تاكل شاورما لحمه مصري وفراخ ب 20 وب 22 جنيه ومعاهم مانجا وكمان في مدينه نصر، فشاورما بوكس لسه فاتحين وهو في اول عباس قبل جنينه مول تحت الكوبري، وهم شغالين دلوقتي وهيعملوا الافتتاح يوم الخميس الجاي ومعاه عروض جامده جدا. وعاجبني ان المنيو صغير شاورما وحواوشي بس، وهم متخصصين فيهم وعاملين عروض على الدسته والنص دسته، واسعارهم بتنافس جامد، وكل حاجه بتيجي في بوكس عشان يحافظ عليها، وحجم الشاورما والحواوشي كبير. وبسم الله ندوق الشاورما اللحمه ولازم نغرقه بالطحينه. وعجبتني جدا الشاورما اللحمه خصوصا تسويتها وتتبيلتها اللي كانت رهيبه، ولازم معاها عصير مانجا اللي مليان قطع مانجا. وطبعا الشاورما الفراخ لازم نغرقها بالتوميه، وكانت حلوه قوي خصوصا ان العيش اللي مستعملينه طازه جدا وطري قوي. وندخل على الحواوشي اللي بالجبنه اللي كان مظبوط، والجبنه اللي محطوطه فيه واضح ان هي كواليتي عالي وصايحه كده. اما الحواوشي الساده فاجمل حواوشي ممكن تاكله، وده علشان واضح قد ايه هم مستعملين لحمه كويسه وتتبيلتها مظبوطه ومستوي ومتحمص زي ما الكتاب بيقول. فشاورما بوكس قوي فعلا في الحواوشي والشاورما اللي بيقدمها، ومكان يستحق يتجرب بشده. لو بتحبوا الشاورما المصري يبقى لازم تجربوا مطعم قيصر اللي موجود في التجمع، ومبدئيا كده اسمه عاجبني جدا. وعاملين حركه صايعه ان العلبه اللي لونها ازرق شاورما لحمه والاصفر فراخ. وزي ما متفقين ان العيش نص جمال اي ساندوتش، فالعيش في قيصر حلو قوي. وعجبني في الشاورما الفراخ ان طعمها باين والتتبيله بسيطه وحلوه، وكمان الخضار ما كانش كتير ومزعج. وعجبتني كمان اكتر لما زودت عليها التوميه. اما الشاورما اللحمه اخيرا شاورما لحمه مصري مش بتمط، وكمان كانت متبله مظبوط، مش حفله توابل وخل في بقي وانا باكل. فالشاورما اللحمه بتاعت قيصر لازم تتجرب خصوصا مع الطحينه. وكمان كان عندهم حواوشي كان طعمه لذيذ قوي وبيقرمش ومش مليان فات، وتتبيلته كانت حلوه جدا. وعامه واضح ان الكواليتي في المطعم في كل حاجه عاليه جدا. وبس انبسطت جدا من التجربه، وشايف ان قيصر مطعم يستحق جدا انه يتجرب. لغم بقى اللي متخصص في الشاورما والسندوتشات عنده بتكون متلغمه كده ومليانه على الاخر، وهو فاتح في مدينه نصر في جرين كورنر جنب ريبابليك. والجامد ان المنيو ما فيهوش غير شاورما لحمه مصري وشاورما فراخ. والشاورما اللحمه كانت طريه قوي وتتبيلتها قويه، ولقمه العيش كانت طازه قوي. والشاورما الفراخ مع التوميه بتاعتهم كانت لذيذه جدا. ولازم جنب اي شاورما مصري عصير مانجا قطع.